ياهو عايزة تشتري كروم؟ أيوة، ياهو اللي بنشوفه كموقع إخباري أكتر من كونه شركة تكنولوجيا دلوقتي بتفكر ترجع للساحة بشكل قوي وتستحوذ على المتصفح اللي بيسيطر على أكتر من 66% من سوق الإنترنت، جوجل كروم. طب وصلنا هنا ازاي؟ وزارة العدل الأمريكية رفعت دعوى قضائية ضد جوجل بتتهمها انها بتستغل سيطرتها على كروم عشان تروج لمحرك بحثها وتخنق أي منافس. لو معاك المتصفح بتقدر تتحكم في أول صفحة بتتفتح وبتوجه المستخدم لمحرك البحث بتاعك، وطبعا بتكسب مليارات من الإعلانات والبيانات وسلوك المستخدم. الحل المقترح تفصل كروم عن جوجل، يعني جوجل تبيعه عشان تدي فرصة عادلة لأي محرك بحث تاني زي بينج مثلا انه يدخل السوق. وهنا دخلت 3 أسماء كبيرة في الصورة: اوبن اي اي، ودي لو اشترت كروم ممكن نشوف متصفح ذكي بذكاء جي بي تي من اول لحظه. بريبلكست، محرك بحث جديد مبني على الذكاء الاصطناعي وممكن يبقى بديل فعلي لجوجل. وعندنا ياهو بتخطط ترجع كلاعب في عالم التصفح والبحث، وكروم بالنسبه لها ممكن يكون التذكره الذهبيه. المشهد ده مش بس عن متصفح بيتباع، دي معركه على بوابه الانترنت. مين اللي يقدر يقرر هتشوف ايه اول ما تفتح المتصفح بتاعك، ومين يقدر يجمع بياناتك ويعرض لك محتوى ويكسب من ورا. وبس كده، ما تنساش تفولو اي سكول عشان بنقول كلام من بره المنهج.